اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا والناس مش بتدي لها اهتمام قوي، بس هي مهمه، وهي فيرتكس جروبس. فيرتكس جروبس جوه بلندر بتتيح لنا الفرصه ان احنا يبقى عندنا تحكم اكبر، مش بالماش بس بالموديفايرز بتاعتنا. في موديفايرز كتير جدا جوه بلندر الناس مش بتستخدمها يعني بكامل قوتها، وفيرتكس جروب بتساعدنا ان احنا نعمل كده. تعالوا نبدا بحاجه بسيطه، البافل موديفاير. كتير قوي بيقابلنا شكل، انا بس عايز اقفل الفلور والاكس اكسيس والواي اكسيس. كتير قوي بيقابلنا شكل مثلا زي كده، وعايزين نعمل له بافل في مناطق معينه. يعني مثلا عايز اعمل بافل للحته دي، بافل للحته دي بشكل معين. فازاي بنعمل حاجه زي كده؟ بنيجي هنا نعمل بافل، وهو مهما عملت انا مش هقدر اتحكم في واحده بس بالطريقه التقليديه. ولو انا جيت هنا رحت ماسك الحته دي، انا هدوبليكيت برضه عشان اوريكم في اللي انا بحاول اتكلم فيه. لو انا مسكت مثلا الحته دي وعملت كنترول بي، في اي مرحله انا مش هيبقى عندي كنترول ان انا ارجع اظبط السايز بتاعها، عدد السيجمنتس، او كبر البافل. فاكيد في طريقه، الطريقه هي الفيرتكس جروبس. الفيرتكس جروب بنعمل لها اكسس من هنا، من المثلث ده، واحنا واقفين على الاوبجكت بتاعنا. وبنيجي هنا نعمل بلس، وممكن نسميه اي حاجه. انا ممكن اسمي ده بافل واحد مثلا. بعد لما اسميه بافل واحد باجي هنا افتح بافل، وبعد كده اروح على ليميت ميثود اخليه فيرتكس جروب، واختار بافل واحد. مفيش حاجه بتحصل عشان انا محتاج اقوي البافل واكتر عدد السيجمنتس، واجي هنا امسك ايدج من الايدجز دول اللي انا عايز اعمل له بافلنج، وامسك الفيرتكس جروب واعمل له اساين. شفت اللي حصل؟ خليت ايدج واحد بس هو اللي ايه، بيأثر البافل عليه. وده بان انا امسك الايدج اللي انا عايزه، وانا بعد ما عملت الفيرتكس جروب اعمل ايه، اساين، فيختار لي الايه الايدج ده معمول له بافل. ممكن اكرر العمليه دي كذا مره، يعني ممكن اجي هنا اعمل بافل، واقوم عامل بافل مثلا، بافل 2، واختار مثلا الايدج ده واعمل له اساين، واقوم اجي هنا فيرتكس جروب واختار البافل 2 ده واكتر عدده، فيبقى عندي شكل زي كده. هعمل شيد سموث باي انجل، واجي هنا سموث باي انجل، ممكن اسموث بعد لما اعمل حاجه زي كده. وبعد كده ممكن اقوم عامل بافل عادي بقى. يعني بعد كل ده اعمل بافل عادي مفيش مشاكل اهو، وعمل لي شكل زي كده. شكل زي كده انا لو عملته بشكل تقليدي، يعني لو هو تقليدي مثلا هابلاي الاثنين دول كاني عملت دول بايديا، انا صعب جدا جدا ان انا اظبط الحاجات دي. بس دلوقتي انا ممكن اظبطها في اي وقت. طيب، في كذا قاعده لازم نتكلم فيها لما نيجي نتكلم على فيرتكس جروب. لو انا عايز اعمل الحته دي والحته دي، هنعمل بالحاجات التقليديه. هجيب الاتش ده والاتش ده واعمل لهم اساين، وبعد كده هسميه بافل. هسميه بافل عادي، مش لازم اسميه حاجه معينه. وهعمل بافل، هختار الفيرتكس جروب واختار البافل ده. هتلاقي ان هو عمل لي الشكل ده. بصوا، عمل لي المنظر ده ليه؟ عمل لي المنظر ده عشان انا لما باجي اختار الادج ده، انا بختار ايه؟ بختار الفيرتسيز ده والفيرتسيز ده، وايدج ده فيرتسيز ده والفيرتسيز ده. ده معناه ان انا اخترت الادج ده والادج ده كمان، كاني اخترت الاثنين دول كمان معاه. والاثنين دول انا لو عملت لهم ريموف هيريموف كل حاجه. طب ايه حل حاجه زي كده؟ حل حاجه زي كده بسيط جدا جدا جدا، ان انا اعمل كنترول ار كده في النص، ادوس ايه، اريموف كل حاجه. مش يعني بريموف عشان ابدا من الاول على النظافه، بس ممكن ان انا امسك دول يعني واعمل لهم ريموف، وامسك ده وده واعمل له اساين، فهيعمل الاثنين لوحده. والادج ده انا ما اخترتوش، انا اخترت فيرتسيز واحد بس منه اللي هو ده، بس لسه في اللي في النص ده ما اخترتوش. فاقدر ان انا اتحكم بيه بالشكل ده. فنفهم ان انا يعني لما لو عايز ان انا ايزوليت حاجه زي كده استخدم لوبس عشان اعمل. لو انا عملت كنترول، عملت اكسترود دلوقتي، بصوا حصل ايه. الشكل كله كأنه بقى جزء من البافل ده، عشان انا عملت اكسترود من الحتة اللي فيها بافل. فاهمين قصدي؟ الحتة دي كان فيها البافل معمول لها اساين، فهي كأن كل ده معمول له اساين. بنشوف ازاي ايه اللي بيأثر على حاجة. بنيجي هنا في ويت بينت، وانا واقف على الجروب ده، هو ده الحته دي كلها متاثره عليها. فلو انا شلت مثلا كل حاجه، انا هشيل كل حاجه، امسك كل ده وادوس ريموف عشان ريموف من الجروب ده، اساين عشان اساين كل حاجه، وريموف عشان ريموف كل حاجه. ولو انا عامل مثلا كذا وش اساين،
وعايز اعرف انهي ايه الوشوش اللي متاثره، ادوس سيلكت وانا واقف على الجروب عشان يسلكت كل حاجه ليها علاقه بيها. بس انا هريموف كل حاجه دلوقتي، ونيجي نبص على الشكل ده. لما نيجي نفتح ويت بينت هتلاقي ان مفيش حاجه مختارينها. طيب يحصل ايه لو انا اخترت مثلا الايدج ده اساين ورحت على ويت بينت؟ بصوا لو انا جيت هنا مثلا اخترت الحته دي اساين هيعمل كده. فهتلاقي ويت بينت معمول بالشكل ده. فكل ما نعمل اكسترود لشكل زي كده، بصوا اللي بيحصل، هو برضه اخد الحته دي كده. لو انا عملت اكسترود كده وفتحت ويت بينت اخد الحته اللي فوق برضه. فلازم نراعي حاجه زي كده كل ما نيجي نكسترود. انا يعني بفضل ان احنا نعمل الشكل خالص وبعد كده نختار الحتت اللي احنا عايزين نعملها بيفل. طبعا حاجه زي كده مش بس بتقتصر على البيفل موديفاير، لا حاجات كتيره جدا. لو انا مثلا عندي منظر زي كده، عندي كنترول ار مثلا، كنترول ار كنترول ار، هعمل كذا كنترول ار، ممكن ان انا استخدم ده. اي موديفاير فيه كلمه فيرتكس جروب ممكن اعمل فيه حاجه زي كده. سوليديفاي مثلا، ممكن اجي هنا اعمل سوليديفاي عادي جدا، وكده المثلث ده عشان اقدر اشوف الادجز من فوق. اختار الفيسز دي واعمل اساين للجروب الجديده دي، واختار الجروب دي هنا. هتلاقي الحته دي بس هي اللي عملت لها ايه، المنظر ده. فهل في حاجات تانية؟ في موديفايرز كتيرة جدا جدا جدا. مثلا لو انتوا فاكرين شرينك راب موديفاير مثلا، الموديفاير اللي ايه، بيلزق على الشكل بتاعي. يعني انا جيت هنا عملت ديفورم وعملت شرينك راب على الشكل ده. هعمل سب ديفايد بس الاول على الشكل ده. هعمل حتى اوفست سنة كده عشان الموضوع يبان شوية، واعمل له شيد سموث. فهو الشكل ده لزق هنا. لو انا استخدمت الشرينك راب موديفاير وانا عامل اكسترود لشكل، كل الشكل هيلزق. يعني هو مش بس بياخد اقرب فيس، لا هو بياخد الشكل كله. فبنحل حاجه زي كده ازاي؟ بنيجي هنا نعمل جروب، نختار الوشوش دول، نعمل لهم اساين، وبعد كده نيجي هنا في الشرينك راب موديفاير نقول ان الجروب دي هي اللي معموله. فلما نيجي نفتح دلوقتي الويت بينت، بصوا اللي متاثر الحته دي الازرق معناه مش متاثر خالص، الاحمر معناه متاثر تماما، واللي في النص يعني نص نص يعني بالاخر. فاي موديفاير في كلمه فيرتكس جروب نقدر ناثر عليه بشكل او باخر. هتلاقي في موديفايرز كتيره، شرينك راب واحد منهم. هتلاقي في زي ما اتكلمنا سوليديفاي، اهمهم هو البيفل. يعني ده اهم واحد فيهم يعتبر لما نيجي نتكلم في حاجه زي كده. في واير فريم برضو، يعني انا عملت سب ديفايد كام مره ورحت مختار الوشوش دول اعمل لهم اساين، وجيت هنا في فيرتكس جروب مختار دول، هتلاقي عمل لي المنظر ده ان هو الحتت دي بس هي اللي باينه. واقدر ان انا اقلل او اكتر الفاكتور لو انا عايز التانيين يبقوا باينين بس مش قوي. اكتر الفاكتور شويه او اقلله خالص انا عايزه يختفي خالص. ففيرتكس جروب من اهم الطرق اللي احنا نقدر يبقى عندنا تحكم اكبر بكتير جدا على الموديفايرز بتاعتنا. وده بالنسبه للفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.